فاطمة الزهراء تقول الخير للمرأة لا يراها الرجال. مو دابتات وطلعت بالسوق تتمشى على مود يشوفونها الرجال، مو نافخه شفايفها وتستعرض للرجال. هسه احنا جاي نشوف اليوم احنا بالمجتمع، جاي نشوف هي لابسه حجاب جزاها الله خير، ولكن لابسه بنطلون ولابسه الابردي. اذا وين الحجاب بالموضوع؟ ماكو حجاب. لابسه حجاب هي المراه، ولكن لابسه لها جبه، والجبه نازله ومبينه كل مفاتنها. اذا وين الحجاب بالموضوع؟ ماكو حجاب بالموضوع. والقضيه الثانيه احب عليها انه احنا دائما يصير عندنا هاي بالبيوت، انه الاخوه قاعدين ببيت واحد، الاخوه قاعدين ببيت واحد، تشوف بنت يدخل حماها كانما شغله طبيعيه، ذابه حجابها وذابه عبايتها ورجليها طالعه وصدرها طالع وشعرها طالع. يابا هو غير مثل اخوي، يابا حرام، هذا ما يصير، هذا الفعل حرام، الله ما يقبل به. تقول لا يابا هو غير مثل اخوي، يابا هاي مثل اخوي، منين جبتيها؟ من نبي جبتيها من وصي، ما يصير، حرام. لبسي حجابك، لبسي عباتك، لا تلبسين حصوف، شغل هذا الاسلام. فاطمة الزهراء عليه السلام تقول الخير للمرأة لا يراها الرجال. هسه البعض يستشهد يقول كان شيء من النسوان يطلع عني السوداء شلون؟ لا هنا بحدود، هنا ما انا اليوم مو تطلع للسوق، اختي تطلع للسوق، خالتي تطلع للسوق، وعمتي تطلع للسوق، يسوق. ولكن من تطلع للسوق تشوفها كامل سترها وكامل عفتها، تشوف الحجاب الصحيح، تشوف العباية الصحيحة، تشوف الجراب وتشوف الجفوف، وعلى قدر المعاملة، على قدر المعاملة. كيلو طماطم يشيل 1000 تعطيني كيلو، هاي انتهى الموضوع. احنا وين عنا؟ يدق سوالف وضحك وين ابو المخبر؟ اقول لك امريتك جابت لو ما جابت، بنتك عرست، وانت بنتك عرست، وهل اخذ والعطى بهاي السوالف؟ عجيب. بويا انت تعرفينه؟ عرفت. وهاتي شاقين وياه وتسولفون وياه